إذا كنت بتكلم عن الكابتن محمد رمضان والشغل اللي عامله مع الفرقه والسيطره على السلوك في فرقه الاهلي، وده مش عيب. كان في تسيب كان في تسيب، شفنا ده في الخروج المبالغ فيه، في الحفلات، في السهر، في كل الكلام ده. هو مش لازم التسيب يبقى حاجه وحشه، يعني هو يعني بيتسيب عشان اللعيبه بتروح تعمل حاجات وحشه، لكن مش مركزه في التدريب. الخروج والسهر والفرفشه والكلام ده بالنسبه لهم بقى اهم، وده اللي قفل عليه الكابتن محمد رمضان تماما. وبعدين كمان بدأ يقول لك بيحط سيستم عشان خاطر يراقب اللاعب بينام كام ساعه. يعني هو مقتنع ان اللعيب الكوره ده لازم ينام من 8 ل 10 ساعات كل يوم عشان يبقى جسمه مرتاح وتمام ويتحمل الشقه بتاع التدريب. فالكابتن رمضان كمان هيمسك لهم المنبه ويحسب للعيبه دي بتنام كام ساعه كل يوم. ده يحط كده تطبيق خاص معين هيبين اللعيب منهم بينام كام ساعه في اليوم، معرفش ازاي هيعرف، بس هو شغال على كده يعني. واتكلم مع مستر كولر على الصفقات الجديده، والمفترض الاهلي هيعلن عنها قريبا. مش هيضمها لكاس السوبر المصري، لكن هيضم اللعيبه دي قبل يوم 25 اكتوبر. وفي كلام ان في مهاجم مغربي ممكن يجي، يعني بدأ الكلام انه مدرسه المغرب داخل النادي الاهلي نجحت. تخيل بقى وجود اشرف داري مع يحيى عطيه الله مع رضا سليم، ولو جبت كمان فرود مغربي يبقى في 4 مغاربه في النادي الاهلي، تبقى حاجه يعني بص جامده جدا. الاهلي اصلا فيه 3 اجانب او 3 لعيبه مش مصريين مغاربه، مش هقول طبعا على لعيب مغربي انه اجنبي، لكن 3 مش مصريين ومغاربه، اللي هو يحيى عطيه الله واشرف داري ورضا سليم. في كلام ان يبقى في مهاجم كمان مغربي يبقى رابع موجود من المغرب. وان كولر الفكره عجبته، يعني قال لك ده هتعمل نوع من التلاحم والتفاهم بين ال4 لعيبه في الملعب، هو يعتمد عليهم. هيعتمد على اشرف داري سيرد باك، وهيعتمد عليه عطيه الله مؤكد باك ليفت، ورضا سليم بيأهله يبقى برده موجود كجناح، ويجي مهاجم. هو شايف ان ده هتبقى فكره كويسه جدا عشان يبقى في نوع من التفاهم والتلاحم بين اللعيبه في الملعب. فالراجل بيفكر انه يبقى في مهاجم مغربي موجود مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. خليني اقول لكم انه كريم فؤاد بيفاضل بين النمسا وقطر، يعني في كلام انه يروح النمسا ولا قطر عشان يبدا مرحله التاهيل بعد عمليه الرباط الصليبي. كريم فؤاد من اللاعبين المجتهدين جدا جدا، وخد بالك كريم فؤاد للمره الثانيه بيعمل صليبي. انت عندك لعيبه كتير مرتين صليبي، منها ناصر ماهر بيلعب دلوقتي المنتخب ما شاء الله عمل 2 صليبي، احمد حجازي 3 صليبي، الونش للمره الثالثه للونش، فربنا يا رب يشفيه يعني. فبقت المساله دي عادي مفيش مشكله، المهم تاهل نفسك تمام، شغلك يبقى تمام، جاهز انك تشارك في الملعب تمام، مفيش مشكله. وكريم فؤاد من اللعيبه كمان اللي مجهودها كبير جدا جدا جدا، يعني لعيب في الملعب مجهوده ضخم جدا. ان شاء الله يقوم بالسلامه كريم فؤاد ويبقى موجود خلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي بعد الشفاء ان شاء الله. زي ما قلت لكم الزمالك بيقول لزد، خد بالك زد عنده فكره اقتصاديه مهمه مع النادي الاهلي، وده يعني بص الاهلي عايز ناس من زد، فزد هيبيع للاهلي اقرب من اي نادي تاني. يعني زيكو رغم ان الكابتن مجدي عبد العاطي بيقول مش هفرط فيه ممكن يروح الاهلي، يعني اي لعيب الاهلي هتطلبه من زد هيقول له اتفضل، عشان بس نقصر يعني. سيبك من انه زد واخد لعيبه من الاهلي او ضم لعيبه كتير من الاهلي او جزء من النجاحات، يعني في محمد رأفت في او رأفت عطيه، في اسمه شادي حسين، في علي لطفي حارس المرمى، كل دي لعيبه، محمد اشرف، كل دي لعيبه كانت في الاهلي وراحت زد. ميسي، يعني كل دي لعيبه كانت في الاهلي وراحت زد. لكن الاهلي في نفس الوقت لو طلب حاجه، لانه
الشركه اللي هي متوليه زد او شركه اورا اللي هي الراعي بتاع المنتخبات وكل الكلام ده، عايزه تاخد حصريا اسم استاد الاهلي من الناس اللي متقدمه. يعني كان في شركه اليانز العالميه عايز تاخد اسم استاد الاهلي. ما هو الاليانز دي اللي بتاعت بايرن ميونخ، اليانز ارينا، فعايزه تاخد النادي الاهلي. الشركه دي بتاعت زد دي بتاعت نجيب ساويرس عايزه تخش تاخد اسم استاد الاهلي بفلوس كتيره قوي. فبقى هيبقى في تعاون اقتصادي بعيد عن الكوره، ده بيزنس كبير جدا. فالاهلي لو هيقول له عايز زيكو هيديله زيكو وميكو وفيكو وكيكو يعني الاهلي يؤمر. الزمالك بقى قاعد راقد قال لك لا يا زد، لو هتدوا للاهلي لعيب زيكو ادونا محمد اسماعيل. والزمالك ماشي بطبع لطيف جدا، لو نادي ما رضيش يديله لعيب بيشوشر عليه زي سيراميكا. قال له بيكهام مش للبيع، طلع الزمالك تك 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 خلى سيراميكا تكلم كل الناس تحاول تحسن من صورتها بعد ما الزمالك اتكلم عليهم كتير جدا ان هم مش عايزين يدوا له لعيبه وان هم مستقصدين الزمالك. فقال لهم لو انتوا هتبيعوا للاهلي اي لاعب فاحنا عايزين محمد اسماعيل السردباك، احنا كمان ملناش دعوه. والله قال لك كده، احنا عايزين محمد اسماعيل. اشمعنى انتوا بقى تاخدوا، اشمعنى الاهلي ياخد زيكو واحنا ما ناخدش منكم لعيب؟ احنا عايزين محمد اسماعيل اللي هم قصدهم طبعا السردباك. اقول لكم على نكته. مره في رئيس لجنه حكام بتستقصد حكم، لما مشي اتحاد الكوره قرر يكرم الحكم. شفت يعني ضعف لدرجه انه ما كانش اتحاد الكوره بيلعبوا ماتش، يعني اللجنه ما كانتش بتلعبوا ماتش. محمود عاشور لجنه الحكام ما لعبتوش الموسم اللي فات نهائي. راجل احسن واحد بتاع فار، راح كاس عالم، راح اولمبياد، راح ما اعرفش فين، راح كاس بتاع كل الكلام ده. بيستضيفوه بره في الدوري السعودي، في الدوريات الاخرى، في البطولات الكبيره. يعني بيجيبوه بيشتغل بيحكم كل الكلام ده الا عندنا. ومحدش يقدر في اللجنه يجيب اسم محمود عاشور عشان بيريرا البرتغالي اللي كان موجود ما كانش طايقه عشان اتكلم عليه محمود عاشور كلمتين او حاجه. اللي بيقول لك بقى دلوقتي لجنه الحكام بتجهز حفل تكريم لمحمود عاشور مع مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم بعد رحيل بيريرا. الشجاعه لها ناسها بصراحه، الشجاعه لها ناسها. هطلع فاصل سريع. صابر عيد وبعدين الشورى دخل وجنيدي. اسيبك انت ترد عليه في القصه. لا انت معترض على حاجه يا كابتن. احنا بنعترض اما جمهور الاهلي بيقول اعظم نادي في الكون؟ ما بنعترضش. حقك تقول اللي انت عايزه عن النادي بتاعك او تقول على اي حاجه انت عايزها عادي، مفيش مشكله. يعني انا بقول نادي الزمالك النادي الاكثر تتويج في قاره افريقيا في القرن العشرين. حد يقدر يقول حاجه؟ عشان هو ده صحيح. انا بقول على النادي بتاعي من وجهه نظري انا شايف كده. بس دي معلومه صح رقميا. ايوه ماشي، ما انا بكلمك على معلومه. عشان اقول لك حاجه، اما في الحاجات الثانيه حاجات جدليه. يعني انا دلوقتي هقعد اجادل معاك، انت بتقول انا احسن نادي في الكون او اعظم نادي في الكون. كل دي عنوان انت جدلية. كل حاجه انت دي عنوان جدليه. انما الاكثر تتويجا ده عنوان رقمي. الاهلي نادي القرن ده قرار او اظن حضرتك فريق ماشي. الزمالك فعلا عدد بطولاته في القرن اللي فات الافريقيا. طب انت عارف الميزه في ايه يا استاذ محمد؟ ان شويه المشاحنات الصغيره دي اللي مديها حلاوه. ده بكلمك بجد. انت لو كنت اتغلبت ماتش السوبر يا احمد كنت هتقعد فتره طويله ما فيش. بكلمك بجد. ليه كنت هتبقى متعادل معاه في السوبر كده 2-0؟ لا انا بكلمك على بجد يا احمد. انت بتاع كوره. الاهلي لو كان داس في ماتش السوبر ده او كسب كان الزمالك هيبعد كتير قوي. هو كابتن الاحصائيات كلها كانت ايه؟ الاهلي هيكسب. ليه؟ وانا قاعد هنا قلت لك الماتش هيبقى صعب وهيوصل ضربات جزاء، وانا قاعد على الكرسي هنا قلت باللفظ كده. انت لو حسبت السكواد هنا والسكواد هنا في الملعب انا شايف اللي هم متساويين جدا. مفيش مشاكل عند الزمالك في حاجه بالنسبه للاساسيين. الزمالك عنده مركز او اتنين
البدله بتوعه هو مش الاهلي كويسين. عشان قبل الماتش هو الاهلي كان خاتم الموسمين لازقين في بعض وبدايه فتره الاعداد كويسين، ولازقين في بعض، فالاهلي كان خاتم بطل دوري وبطل افريقيا وبطل ما اعرفش ايه وبطل ايه، يعني واخد ماتشين بطولات. الافريقيا كان الاهلي فالناس كويس، الانطباع الزمالك ايه؟ الزمالك بطل كونفدراليه وخاتم لا ما هو الكونفدراليه الاهلي والدنيا. الزمالك كان بعيد في الدوري وكسبان الاهلي في الدوري يعني. لا انا بقول لك ما هو ده الانطباع يعني الانطباع جه من هنا، انه الاهلي واخد وبدايه دوري الدوري، فرق نقط كبير، بدايه الماتشات في افريقيا كمان فرق نقط كبير، والاهلي في ماتشين البطل كينيا كان افضل، فده انت والاهلي مستقر برضه، خد بالك ده جانب يعني ما هي بقى الناس مدي واخده الناس في القصه انطباع ديت. طبعا مستقر. وانت بقى ايه لعيبه الزمالك والاداره ياخدوا حقهم في الحته، والراجل المدير الفني ياخدوا حقهم في الحته دي. انا الناس كلها موجهه في حته ورايحه على حته، وانا خدت، وانا عندي مشاكل ماديه واداريه ومشاكل. بس في حاجه برضه يا كابتن عيد برضه عشان الامانه يعني، هو الاهلي كان في الماتش وحش بدون مبرر يعني الناس. لا هو عشان الزمالك كويس في جمهور الملعب. لا مش للدرجه. وانت بتتكلمت على الثلاث ماتشات وانا قاعد معاك هنا قلت لك ايه؟ لو الزمالك كويس يكسب الاهلي يعني هو كويس. لا هو الاهلي الاثنين كويس، مش كويسين قوي الاهلي يعني. كويس والزمالك كويس، واحد فيهم يكسب ده عادي. لكن الاهلي ولا كورنر، الاهلي كان في الماتش ده الالتحامات كلها كانت لصالح الزمالك، يعني في حاجات خد بالك ان الزمالك أيوة ما لعبش فول عشان يعني 100%. عشان كده بقول الزمالك كان مركز اكتر لا وكان اقوى في الملعب. صدمه الجمهور ليه الاهلي كده يعني، مش ان قصه الزمالك كده، ما هو اهلي والزمالك يا جماعه لازم يعني الاهلي يكسب او الزمالك يكسب، ما ده طبيعي، ده منطقي، اثنين جامدين. خد بالك يعني عم محمود فتح الله كان معايا من شويه بيقول لي بص البطولات اللي هي من ماتش واحد دي، حتى لو مش اهلي وزمالك، يعني لو اهلي وبيراميدز، الزمالك وبيراميدز، اهلي وسيراميكا زي السوبر كده، الزمالك وبيراميدز، يعني ما تقدرش تقول ان فرصه الاهلي اعلى او الزمالك اعلى. الحاجات اللي هي نوك اوت دي يعني بصراحه لما يكون الفرقه اللي قدامك جامد ده ماتش طبعا. فالزمالك كان كويس في الاهلي كان وحش، ده اللي مخلي جمهوره يعني مستغرب، يعني 90 دقيقه مفيش كورنر، هل ده عادي في الاهلي؟ لا الحكم حسب كورنر بس رجع فيها في الاخر ماينس كورنر حسبها والله بس رجع فيها بتاع الفار قال له. ما هو خد بالك منتشي، ما هو انت هتروح منه فين؟ هو بص انا بقول لك والله حقهم منتشي، وجيت قلت له خلاص ده السوبر قرب، قال لي لا سوبر ايه وبتاع. انت كنت بتقول 2 و3 لا يكسب 2 و3. ده حقيقي، انت كنت مش فاتح صدرك فتحه. هو ليه طب يا كابتن جليل انت قلت كده ليه؟ انت شفت ماتشين اخر ماتشين لجوميز مع كولر، اخر ماتشين كانوا ايه؟ ماتش الدوري 2-1 للزمالك، ماتش الكاس ان الاهلي كسب في اخر 5 دقائق الماتش. بس خد بالك ماتش الدوري الاهلي كان احسن. انهي ماتش دوري؟ اللي هو الشوط الثاني. انت بتهزر. لا الشوط الثاني الاهلي كان احسن يا راجل. ده الشوط الثاني. لا مش الشوط الثاني، من اول تغيير عبد القادر في الدقيقه 76 الاهلي كويس لحد ما تعادل، الضيع بتاع جولين 3 وبتاع وخلاص، والزمالك رجع وكسب عشان رجع. لكن في الكاس الزمالك 65 دقيقه. ايوه انا بتتكلم على مجمل الثلاث ماتشات. جوميز قرا احسن. ما هو انا بكلمك في بقول لك بصراحه هو جوميز عنده ميزه وجرأه مش موجوده في اي مدرب في ماتشات الاهلي، هو بيحط الناس الكويره. انا فوجئت بناصر ماهر. ما انا بكلمك احنا كنا عمالين هنا نتكلم في عكس كولر.